بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله من مضيف الشيخ رشيد آل سهل آل منهل، أحد مشايخ قبيلة بني زيد آل موسى آل هدية. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج وظائف أهلنا، وتتركز حلقتنا هذا اليوم حول عدد من الأمور التي تخص الواقع العشائري والسنن والأعراف العشائرية. حياك الله شيخنا وكل هلا. حياكم الله يا اهلا وسهلا، مرحبا، كثير هلا شرفتوا. انت الشرف. شيخنا نبذة تعريفية عن آل موسى أو المنطقة اللي انتم تسكنون بها. حياكم الله من جديد واهلا وسهلا بكم ويا مرحبا. اخي العزيز، بالنسبه لعشيره آل موسى، نعم، هو احد افراد عشائر بني زيد آل شديد. عشيره بني زيد عشيره قحطانيه. كل العشائر اللي انت تعرفها اللي موجوده هي نزحت من شبه الجزيره العربيه واستقرت قريبه على ضفاف الانهار. آل شديد هم شيوخ عموم عشائر بني زيد في العراق والوطن العربي، اللي يترأسهم المرحوم الشيخ فرهوش شعلان السليمان الشريف، وحاليا الشيخ رياض فرهوش شعلان السليمان شيخ عموم عشائر بني زيد. من هذه العشيرة العريقة عشيرة بني زيد هو فخذ آل هدية اللي هم رؤساء هذه القبيلة. عشيرة آل موسى هم جزء من آل شديد. آل موسى عشيرة تاريخية قديمة لها ثوابتها موجودة تاريخيا. وهناك عشيرة آل موسى عدة قرى سكانية موجودة سجلات الثلاثينات والأربعينات، موجودة في التاريخ القديم، ولهم أسماء مثبتة بكثير من الكتب. ومن ضمن هذه القرى اللي معروفة على مستوى كبير هي قرية يوسف المطلق، وقرية آل بدور، وقرية طاهر المطلق. هاي موجودة حاليا يعني بالمنطقة كقرى، وقرية آل منهل اللي أنتم اليوم موجودين بها حاليا، منهل آل دهش آل موسى. هذه نبذة بسيطة عن الأسماء، وهناك أسماء كثيرة من آل موسى، لأنه آل موسى يا أخي الشيخة في التاريخ القديم تختلف عن شيخة هذا التاريخ. الشيخة في التاريخ القديم الشيخ يمتلك أراضي واسعة موجودة عند الشيخ، فتجي العالم تاكل بلهجتنا الريفية تاكل خبز يعني تشتغل. فآل موسى يمتلكون تقريبا أكثر من ثلثين أراضي بني زيد، أكثر من ثلثين أراضي بني زيد بالنسبة لآل جديد بصورة عامة يعني. وآل موسى لهم الحصة الكبيرة، فتعرف يعني العالم كانت تجي للمعيشة. وهناك تجمعات قرى سكانية تابعة لآل موسى، وعديت لك منها 3 قرى أو 4 وهن أكثر. زين، كلامك يا شيخنا. آل جديد بعيدا عن القرى يعني أكثر تركيز بباقي المناطق بالأطية والنواحي وعلى مستوى عموم العراق وين تركزون؟ آل جديد بصورة عامة يتركزون المقر الرئيسي هي مركز ناحية بني زيد حاليا. الآن بني زيد صاروا ناحية إن شاء الله، وبرئاسة الأستاذ زيد فرهوش شعلان. عندنا سنايم، والسنايم موجودة بالمحافظة ومضى عليها كل شيوخ محافظة البقاع وجهاها. القضاء والقدر إلى ديه. دهس، احنا القضاء والقدر دهس مع السيارة يعني فتشارة يعني لا إرادية تصير قضاء وقدر، لها فصلها محدد. الدية 12 مليون، الأعضاء 6 مليون، الدم مثلا 3 مليون، هذا شيء ثابت. تبقى اكو شغلات يعني اكو شغلات مثلا عدم الالتزام، مثلا لا سامح الله احد الاخوه سوى حادث دهس له واحد وما وقف شهر، ما نقل للمستشفى، يعني هذا ما يطبق عليه القضاء والقدر اللي اذا قتل لا سامح الله وتوفى ما يطبق عليه 12 مليون، لا هذا يطبق عليه غرامه. هذا لانه بهيك حاله انسانيه. انت قضاء وقدر المفروض الشيء اللي ما شفته راح يتعاقب، هذا راح يتربع الفصل عليه، لانه بكره ما 12 احتمال يصير 24، مو 24 احتمال 66. الفصول تقريبا متقاربه داخل القضاء. هناك ظاهرة منتشرة بالمنطقة الجنوبية يعني مو حاليا سابقا ولكن ازدادت حاليا، وهي اطلاق الغيارات النارية بالمناسبات العشائرية نقول الأحزان الأفراح. شنو سببها؟ يعني هل هو سبب مثلا هذا الشخص يريد يبرز مفاتن قوه بين انا قوي عشيرته قويه؟ استاذنا العزيز، سابقا هذا الشيء متوالي ومتعارف عليه مال الاطلاقات الناريه والرهن. كان قليل
ما موجود لا الانترنت ولا التليفون. بس قبل ما يصير جنازه او مناسبه كانت تعرف بنادق بسيطه اللي هي البرمه والصديق والكماليه والصرب، يعني النشط، يعني 5 طبقات. فكوسيله اعلام او المناسبه كوسيله اعلام يضرب لك كم طلقه. هسه نحن قبل نشوف الانترنت موجود، التليفون موجود، وسائل التواصل الاجتماعي كلها موجوده. انا بهاي الفتره الاخيره حقيقه المرجعيه الرشيده حثت واكدت على عدم الاطلاقات الماليه، بحيث وصلتها الى مرحله كانما يدفع ديه. فاكثر شيوخنا العموم نزلوا كتب رسميه عن عدم الاطلاقات الماليه، انحد من عندها بنسبه اكثر من 50% حتى نكون واقعيين، وفي بعض العشائر تقريبا 90 او 100%. يعني الحمد لله بني زياد يعني حاليا ما اقدر اقول 100%، بس حوالي اكثر من يعني طبقت عندنا 80%. شيخنا، هل حافظت العشائر بالمنطقه الجنوبيه على الاعراف والتقاليد بعد دخول وسائل الانترنت والتكنولوجيا الحديثه؟ الثوابت الرئيسيه موجوده ما تغيرت حقيقه، يعني الثوابت الرئيسيه ما تغيرت. هناك يعني شغلات بسيطه اثر بها الانترنت، يعني بعض الاحيان بالملبس حتى نكون واقعيين، بعض الاحيان بطريقه الكلام، اما القواعد الاساسيه الثابته العشائريه والاعراف العشائريه موجوده ثابته. شيخنا، كلمه اخيره تحب توجهها لجهه شيوخ العشائر؟ والله تحياتي لكل ابناء بلدنا العزيز، ومن هذا منبركم العزيز، وحياكم الله واهلا وسهلا بكم. ونسال الله ورسوله وهذا شهر محرم الحرام أن ينصر قواتنا الأمنية وحشدنا الباسل، ويمن الأمن والأمان والستر على العراق والعراقيين. وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. والنعم لك شيخنا، بارك الله فيك وكفيت ووفيت وجزاك الله ألف خير. في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ رشيد آل سهل آل منهد، أحد مشايخ قبيلة بني زياد آل موسى آل إدريس. حياك الله والنعم.